ده اللي احنا بنعمله ده. زي ما انا بقول لحضرتك تغيير خط طرد محطه تجلس. ليه يعني اشمعنى؟ كان الثاني كان بيتاكل. ده حاجه كويسه. خط الطرد اللي ايه اللي هو الطرد اللي هو بياخد من هنا، بياخد من الاسال، بياخد من البويه. وده كان بيعطل المحطه. لا بيطلع ميه، كانت كل الميه كلها منهاره وكالت جسر اهو زي ما انت شايف كده. ده يعني تغيير الخط. ده مصلحه للناس يعني. طبعا امال ايه؟ وعملنا حاويه جوه، الحاويه ديت اللي بره ديت لغيناها. هناخد هيبقى مطلوب بره وعملنا حاويه حديثه. طب ردك ايه بقى على الناس اللي بتتكلم في تمال امديد بيقولوا في خلاص احنا كده هنشغل خلاص. يعني كانت سبب العطل ايه؟ العقاره بتاع البويه بتاع التطهير بتاع الحفارات. كانت واقفه. ايوه امال ايه؟ يوم كده في الصبح ما بتشتغلش الا الساعه 10 من الصبح، بتشتغل الساعه 10 بالليل. انما هو دلوقتي هو عدي، فيعني دلوقتي اللي اشتغلها هيبقى في استمراريه في التشغيل بقى. تمام. حفارات شغاله، فلذلك انتوا كمحطات موجوده على فرقه البويه بتقفوا. الكلام ده مظبوط من المهندس احمد سلباطي مدير الميه. عشان نسبه العقاره. شكوى من تمال امديد، من قلب تمال امديد، ان عندهم مشكله في نقص المياه. طبعا. فاحنا بنتكلم مع حضرتك بصفه حضرتك طبعا مدير منطقه تمال امديد. تعرف نفسك بس الناس اللي بتشوفك. اكيد الناس بتشوفك، في ناس بتشوفك دلوقتي. مهندس يحيى عبد الحافظ. مهندس يحيى عبد الحافظ مدير منطقه تمال امديد، منطقه مياه تمال امديد، وهو المنوط والصرف الصحي. النهارده انت شغال النهارده، شايفك شغال قبل ما نتكلم على مشكله الميه، شايفك شغال في حاجات كده ليه؟ تجديد المأخذ. تجديد ده اللي يدل على ثقافه شركه مياه الشرب والصرف الصحي لرفع المعاناه وتجديد شبكه الميه. نقولها كده صح؟ طبعا ان شاء الله تعالى. علشان يعني المأخذ بتاعنا اللي احنا شايفينه دي محطه تاج العز. الناس اللي محطه مياه تاج العز بتغذي تاج العز، ابو ياسين، على ترعه البويه، على وعزبه غزال. معايا العزب المحيطه بالمكان. ده تجديد للمأخذ. ده تجديد للمأخذ وتطوير وتعديل للمحطه ذاتها. تعديل بقى، تعديل جوه المحطه. ايوه، بنعدل المأخذ من بره المأخذ مع البويه لجوه المحطه داخل سور المحطه. ايه بقى عدلتوا ايه جواها؟ تعديل في محاوله استقبال موجوده المحطه. على فكره يعني الشغل بره المحطه الساده الافاضل نقلل حجم الشغل اللي بيبقى خارج المحطه اللي داخل سور المحطه. شغل جميل جدا على فكره. ومن ضمن الحاجات الجميله يا باشمهندس الفروغه برضو، ده حاجه جميله. يعني هو معدي الطريق عامل فروغه حاطط فيها الماسوره علشان ما تتكسرش من الضغط، يعني ده حاجه كويسه برضو. الماسوره صلب اساسا. الماسوره صلب عشان برضه تعرضها للازمات، تعرضها للعوامل الجويه، تعرضها لاي ومدخل فيها الكابل، مدخل فيها كابل الكهرباء. تغذيه المأخذ الخارجي مع البويه مرر من جوه. الكلام اللي انا سمعت ان 30/6 يكون محطه تمال امديد اللي شغاله دلوقتي تكون. نتمنى ذلك يعني. بس هو ده الميعاد المحدد ان شاء الله، يتاخروا شهر. مدير منطقه مياه تمال امديد مهندس يحيى حبيبي وصديقي مهندس يحيى عبد الحافظ، وتقابلنا قبل كده في السبلاوين في شبرهور وبرامتوش، وهو راجل ميداني. هو المهندس احمد السنباطي، صديقي المهندس احمد السنباطي برضه من الشخصيات المحترمه، وواحد من ابناء تمال امديد. المهندس يحيى السنه دي هتبقى السنه طالعه كده، الشمس طالعه صعبه شويه، والميه بقى الميه هل هنلاقي فيه مشاكل؟ ذلك احنا عشمانين انها تبقى في حاله جيده افضل. انها باذن الله المي دعمت بخطوط ميه جديده جايه من مصر مياه فارس. بس انا سامع ان لسه ما وصلوش. لا ان شاء الله اتوصلت وجمعت، وان شاء الله هتشتغل السنه دي ان شاء الله. يعني احنا مش هنحس بالقطاع ميه. نتمنى ذلك. البيضه واعلى مكان فيها. نتمنى ذلك. نتمنى طبعا باشمهندس احمد سنباطي، وانت طبعا يعني يمكن هو بدل مسك المنظومه كباشمهندس يبقى خلاص. هو البركه برضه في العمل. انما طبعا فريق العمل. فريق العمل، وطبعا الشكر والتقدير للمهندس هذا الصياد. ده انا بشكر حضرتك على راس العمل مهندس هذا الصياد. اهلا وسهلا. جاي على طول. مهندس هذا الصياد، دي ثقافه محترمه ان انت طبعا ان انت تطور، وان يبقى انت منطقه تميل امديد تطلب فتلاقي. اكيد ده طبعا بموافقه المهندس هذا الصياد الراجل المحترم، وهو واحد من ابناء تميل امديد. اشكرك.
بشكرك وعلى المجهود وعلى الناس اللي انا شايفها، واشكرك باشمهندس يحيى، واشكر مهندس اخويا الكبير المهندس احمد السنباطي. اشكر كل الناس والله، واتمنى ان ما يبقاش فيه نقاط ساخنه في صيف 2017. مهندس عزت السلام، شكرا، كل سنه وانتم طيبين، واشكركم بالنيابه عن اهالي تمال امديد على الشغل المحترم اللي موجود.